طول عمرك بقى بتعملي المكرونة غلط، تعالي على طول هقولك هتعملي المكرونة ازاي وهتطلع معاكي جميلة جدا، مش معجنة ومفلفلة وتحفة، وكل اللي هيدوقها عندك هيقولك انت عاملاها ازاي. بس ما تنسيش اللايك والشير والصلاة على الحبيب عشان بقى قلبك يطيب. هنحط المية بتاعتنا تغلي ونحط فيها معلقة كبيرة من الملح وننزل بكوباية كبيرة من اللبن بالشكل ده. اول بقى ما المية معانا تغلي زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي، هنجيب اي نوع مكرونة احنا عايزينه. انا هنا استخدمت سباكيتي لاني كنت هعمل مكرونه سباكيتي. نزلت بيها بقى في الميه باللبن كده وسبتها بقى تتسلق. عايزه اقول لكم لما بتتسلق في الميه باللبن دي بتفرق جدا، ما بتطلعش معجنه وبتطلع كده بصوا مفرفره وجميله، وكمان طعمها حلو قوي قوي قوي. وكمان هي كوباية لبن مش كتير يعني. ولو انتي بقى هتستخدمي المكرونة القلم تقدري تاخدي المية بتاعت سليق المكرونة وتعملي